أهلا بيكم. تعالوا كده مع بعض بشكل سريع نناقش أهم المستجدات الموجودة معانا في الأسواق قبل نهاية تداولات الأسبوع الحالي، وبعد ما الأسواق كانت منتظرة بشكل كبير أرقام التضخم الأمريكية واللي صدرت اليوم بالفعل، وبالفعل ارتفع التضخم بصورة كبيرة جدا، لكنها جاءت أقل من التوقعات بصورة طفيفة. ببساطة جدا أرقام التضخم الأخيرة عندنا كانت 2.4%، التضخم ارتفع ل 3.3% بعد ما كانت التوقعات بتشير لمستويات ال3.4%، والسبب الرئيسي إن إحنا ما شاهدناش تحركات عنيفة في الأسواق خلال تداولات اليوم بعد الخبر، لأن ببساطة الأسواق بالفعل هي كانت مسعرة الأرقام دي من قبل كده واتكلمنا عليها، لأن التوقعات كانت بتشير لارتفاع التضخم بصورة كبيرة. طيب إيه بقى الوضع الحالي؟ الوضع الحالي ببساطة جدا إن إحنا من الواضح إن إحنا عندنا ضغط على أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الواضح جدا إن إحنا هيكون عندنا عملية صعبة جدًا في خفض مستويات الفايدة، أو لن يكون هناك خفض لمستويات الفايدة خلال عام 2026، لكن في نفس الوقت أعتقد إن الفدرالي الأمريكي هو برضه لن يتجه إلى عمليات رفع للفائدة، هو هيحاول إن هو يفضل مستقر على نفس معدلات الفائدة الحالية لحين استقرار الأوضاع، ولحين ما نشوف هل هيستمر أو هتتصارع ارتفاعات التضخم الفترة الجاية والّا لأ، ولو استمرت في التسارع بشكل كبير واستمرت الأزمة الحالية واستمر ارتفاع الطاقة وبالتالي استمرت ارتفاعات التضخم، هيضطر وقتها الفدرالي الأمريكي إن هو يتجه إلى عمليات رفع الفايدة. لكن لو اتكلمنا طبقًا للسيناريو الحالي فمن الواضح إن إحنا هنستقر على نفس معدلات الفائدة الحالية. طب تأثير ده على الأسواق هيكون عامل إزاي؟ ببساطة جدًا أعتقد إن أسواق الأسهم الأمريكية أمامها أسابيع من المعاناة خلال الفترات اللي جاية. ببساطة جدًا إحنا عندنا التضخم ارتفع بشكل كبير جدًا، وتحدي في مواجهة النتائج الفصلية اللي هتبتدي يتم إعلانها خلال الأيام اللي جاية، وهيكون موسم صعب جدًا بالنسبة للشركات الأمريكية، وخاصةً الشركات التكنولوجية وشركات الذكاء الاصطناعي اللي محتاجة تثبت تفوقها وقوتها واستمرارها في تحقيق الإيرادات بشكل كبير جدًا، خاصةً لو اتكلمنا على الشركات الكبرى. فبالتالي هيكون في ضغط على أسواق الأسهم الأمريكية بشكل كبير. ما أعتقدش إن إحنا هنشهد ارتفاعات خلال الفترات اللي جاية، أعتقد إن إحنا هنميل إلى التذبذب العرضي أو نوعًا ما نميل إلى الهبوط، وهيتحدد ده بناءً على النتائج الفصلية اللي هنشهدها الفترة الجاية، وبناءً كمان على التصريحات اللي هنشهدها من أعضاء الفدرالي الأمريكي إن إحنا نبدأ نفهم توجههم مع الوضع الحالي. طيب لو اتكلمنا عن الدولار الأمريكي، أعتقد إن طبقًا للوضع الحالي أيضًا الدولار الأمريكي هيبتدي يستفيد، ومع ظهور أي بيانات سلبية جديدة تدعو إلى إن إحنا عندنا مشكلة في التضخم أو إن يتم رفع الفايدة، هيبتدي الدولار الأمريكي يستمر في الإيجابية. طبعًا إحنا شفنا الدولار الأمريكي تراجع وبصورة قوية جدًا بعد الهدنة الأخيرة، لكن هل هيستمر بقى ده وهيستمر تراجع الدولار الأمريكي مع البيانات الاقتصادية الحالية؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية، لأن ببساطة جدًا لو لم يتم الوصول لحل نهائي لإنهاء الحرب، أعتقد إن الدولار الأمريكي هيكون قوي جدًا. أيضًا لو استمرت ارتفاعات أسعار الطاقة وبالتالي ارتفاعات أسعار التضخم، هيكون الدولار الأمريكي قوي جدًا خلال الفترة اللي جاية. وأعتقد إن الأسواق مع الأسبوع ده قدرت إن هي تسعّر الهدنة الحالية، وبقينا في انتظار ما سيحدث أو إن التحركات القادمة ستكون بناءً على ما سيحدث. إحنا شفنا النفط انخفض بشكل كبير جدًا، لكنه لم يعود للمستويات السابقة ولن يعود إليها إلا في حالة إنهاء الأزمة، وبعدها هنستغرق بعض الأسابيع أو ربما الشهور للوصول لنفس الأسعار مرة تانية. نفس الوضع بالنسبة للدهب، الدهب بعد ما كان ابتدى يرتفع خلال الأيام اللي فاتت، أعتقد أيضًا إن ارتفاعاته مش هتكون كبيرة وهتبتدي تتوقف الارتفاعات دي، وهنبتدي نراقب البيانات الاقتصادية الموجودة معانا عشان نقدر نفهم توجه الفدرالي الأمريكي الفترة الجاية، وبناءً عليه هيبتدي يتحرك الدهب بشكل كبير، لأن إحنا الدهب عنده نقطتين دلوقتي في الوقت الحالي، إن إحنا كان عندنا مخاطر جيوسياسية لكنه لم يرتفع بسبب قوة الدولار الأمريكي. طب الدهب هيتعامل إزاي مع الأزمة الفترة الجاية لو استمرت معانا في ظل توقعات إن إحنا ممكن في أي وقت نضطر إن إحنا نتوجه إلى رفع مستويات الفايدة من جديد. فده بصورة سريعة كده اللي بيحصل معانا في الأسواق في الفترة الحالية. أتمنى لكم كل التوفيق وألقاكم في الفيديو القادم.